الموسم السابق. نتمنى ان شاء الله. انا والله ما اتمنى لهم صراحه، بس اقول اتمنى من جانب كره قدم فقط يعني. طيب زين، قبل الختام، طيب والله فوزي لغجة تكلمنا عنه من خلال الفوز او الخساره يتم الهجوم على هاي الشخصيه، ما تعرف ليش عبد الله؟ الشجره المثمره، الشجره المثمره دائما هي التي ترمى بالطوب. صحيح. هذا الانسان كميه الانجازات اللي سواها خلانا احنا نعتقد ان يعني هذا يعني شيء غير معقول لا يقاس، يعني انك انت تعمل ثوره رياضيه بالطريقه هذه. عاده الدول تركز يقول لك مثلا خلونا ننجح بالمنتخب الاول، خلونا نركز على منتخب الشباب، خلونا نركز على منتخب الناشئين، عندنا مواهب في المرحله هذه، عندنا في السيدات. لا، انت تشوف اتحاد كره مركز على كل شيء، ماشي في البنيه التحتيه، ماشي في المعسكرات، في الدورات، اكاديميه محمد السادس، منتخب الاول، منتخب الاولمبي، المنتخب اللي هو ما اعرف شنو اسميه اللي ربح كاس العرب، لا هو منتخب اولمبي ولا هو محليين، منتخب ثالث. نعم صحيح. منتخب المحليين، السيدات، الناشئين، الاشبال، الشباب، انت ناجح في كل شيء. وغير هذا وذاك، وعنده مشاركه الحين في ايطاليا تحت 20 وتحت 15 اعتقد. تماما. وكاس شمال افريقيا، وانت فوق هذا وذاك كوادرك التدريبيه منتشره في كل العالم. نعم صحيح. لاعبيك منتشرين في كل العالم. هذا كله عمل بناء سنوات بالضبط. طويله. بالضبط. ورساله وتوجيه من القائد الاول للثوره الرياضيه. نعم. اعتقد اللي هو الملك محمد السادس، بتوجيه منه هذه الامور كلها تنجز. بالنهايه فوزي لقجع شجره مثمره. نعم صحيح. فما تتوقع الشجره المثمره الناس تتركها وتخليها، لا، لازم يتكلمون عليه ولازم ينتقدوه، لازم. ومو بس هذا، ينتظرون يترقبون الخطا، يترقبون متى يخطأ، متى يقول كلمه غلط، متى يتخذ. فلازم الانسان اللي مثل هذا للاسف بعض البرامج كذلك يعمل وفقط ويركز على العمل وينسى الكلام هذا كله. نعم. لان كذلك بعض البرامج في القنوات الرسميه همها الاول والاخير بس فوزي لغجع، سواء في حال الفوز المنتخب او خساره. شاهدنا طبعا بعد كاس افريقيا للنسوي، الكاميرون هي البطله، ولكن فرحه الجزائر فرحه مبالغ فيها، تكلمت عنها في اكثر من حلقه. انا مبالغ كانهم ماخذين كاس العالم. عبد الله الكعبي هنيكم على شو؟ المركز الثالث، انتم مش المركز الاول. اخذتوا المركز الاول، اهنيكم واجيب لكم كيكه هني في الاستديو، بس ما اعتقد تاخذون المركز الاول وانا موجود. ما اعتقد. وراشد نشكرك كذلك ابو حميد، استمتعنا معك بصراحه في حلقه هذا المساء. وصلنا الختام مشاهدينا الكرام، الى اللقاء. ساعه مر الوقت، ساعه يا ريال المؤتمر ساعه كامله وايد. ساعه ويتكلم. بعده حاطينه في القناه على اليوتيوب. على اليوتيوب. هي ما سالتنا عن الجزيره والشارجه وتكلمنا عن البارحه وايد والله. ايه الشارجه عن شو تكلمت انت؟ فريق الشارجه. بس يوم قلت يا عبد الله سعد عبد الله انت. لا وانت شو؟ انا قلت فريق الشارجه. ايه بس بشكل عام، انا بغيت بشكل عام، ما ابغي مباراه خاصه. بالله عليك الحين هذيلا صاحيين ناقلين المؤتمر بدون صوت، حرام والله. ايه ويحطون عقب. كيف شيء والله يا ريت ترى ايام من شهر ماشي صوت. غريبه والله. الحين يا ابو في مشكله يمكن انه ما في رؤيه. تفضل على طول. ايه خلاص يندم. هم على طول واحد صحفي يقول له ما في رؤيه. انا هذه الكلمه اللي سمعتها بس خلاص يعني ابويا معروفين. معروفين لهم فيديو اليوم. ايه معروفين هم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام وراشد. ابو حميد الورد.